حياة الستات في المطبخ صعبة. لكم في عين ماما. ازيكم عاملين النهارده؟ نرمين بقى لها اسبوع تعبانه، وانا وانطونيوس النهارده قررنا نغديها. هي الفتره اللي فاتت كلها بتاكل مسلوق في مسلوق، فالدكتور بدا يسمح لها انها تغير شويه، فاحنا النهارده قررنا نعمل لها شاورما من غير توابل خالص. انطونيوس النهارده هو شريك الوصفه، مش انت الشريك بتاعي النهارده؟ طبعا واخد الاجازه من الامتحانات بعد ما نجح، فالدنيا حلوه معاه. طبعا نرمين قالت لي هنعمل الوصفه ازاي، فاحنا هنبدا اول حاجه ان احنا نحط بصل عشان نكرمله. نرمين قالت لي اول حاجه نبدا بيها البصل. احنا قطعنا البصل جوليان ونبدا نشوحه هو اول حاجه. طبعا جوليان دي اللي هي مشهوره، اللي هي البصل شرايح رفيعه. انا بقول شرايح رفيعه بس هم مش نرمين قالت لك ماما قالت نقول عليه جوليان. نسمع كلام ماما. هنشوحه شويه، وهي دايما بتحط له سنه ملح عشان خاطر يتشوح بسرعه، فاحنا نحط له سنه ملح. متأكد ان الدكتورة اسمع بالملح؟ الملح عادي بس خفيف، يعني مش هنحط ملح كتير، هنحط سنه صغيره كده عشان البصل يدبل بسرعه. المفروض نحط فلفل اسود بس هو الدكتور منع كل الكلام ده. المهم ان احنا ما نتلسعش. يا ابني انت مش هتتلسع، انت كويس ما تقلقش، انت تمام. انا هتلسع ليه بس؟ في حاجة. لا مش هتلسع ما تقلقش، يعني على شويه. وخدنا اذن من نرمين نحط شويه زيت. وانا مش موجود انت تقلب، ماشي؟ اوكي. وانا مش موجود مين يقلب؟ انا عايزك مركز معايا، مش تقف جنبي كده منظر. ده المفروض كنا جبنا حد يقلب لنا البصل ده عشان انا وجعتني، صح؟ مش وجعتك برضو؟ ولا انت ايه رايك؟ مش كنا جبنا حد قلب البصل ده غيرنا؟ انا عايزه خلاص. عندك منديل؟ هنروح نجيب مناديل. هروح انا. روح هات مناديل. حياة الستات في المطبخ صعبة. لكم في عين ماما. صح؟ طب انا عينيا ليه؟ ليه؟ ضحكتني، مش قادر اضحك. انا مش شايفه كويس. ايه؟ هو مين صاحب فكرة الشاورما دي؟ ما اعرفش. ماما صح؟ احنا بنعمل غدا لماما بس هي بتعذبنا مش بتساعدنا. انا عيني خلاص. عيني. واحنا هنستمر في رحلة العياط دي لحد امتى؟ هو البصل زمان ما كانش بيحرق كده. انا بعمل ايه وبشتكي من الكلام. حط الطماطم معايا عشان هتهدي ريحه البصل. طب ما قلتش ليه من الاول؟ لا مؤاخذة يا نرمين قالت لي انا حط الطماطم بس احنا نسينا نحط الطماطم. حط الطماطم. صدق فعلا هديت شويه. اهدى. بعد كده حط الطماطم والبصل مع بعض عشان نسيت بصراحه. لا كده احسن يا راجل. طب ونقلب بقى تقليبه حلوه كده. الله يا توت. كده بقى نحط ايه بعديه؟ لا لما تدبل شويه لسه حاطينهم، يعني اديهم 5 دقايق كمان. بس احسن حاجه حصلت ان موضوع العياط ده خلص، احنا وانت بطلنا نعيط دلوقتي. هنحط ايه دلوقتي بقى يا انطونيوس؟ الفلفل كله. هنحط الفلفل عشان ايه؟ ده اخر حاجه قبل الفراخ، ونديهم تقليبه الفلفل يدبل شويه بس دقيقه مش كتير، صح؟ ماشي. تقريبا. مين اللي هيدوق الاكله دي؟ انا. لا ماما. انت ايه؟ ماما اللي هتحكم علينا اذا كنا طباخين شاطرين ولا طباخين فشله. وهنحط دلوقتي الفراخ، ونرمين هتقول لكم بقى فويس ايه الفراخ التتبيله بتاعتها ايه. قولي يا نرمين. بنجيب صدور الفراخ الكامله بقطعها شرايح، وبعد كده بشوحها في طاسه لغايه لما تاخد لون من كل ناحيه كده 2-3 دقايق، وبعد كده بطلعها واديها اقطعها شرايح. وبعد كده بنحط لها كوبايه زبادي على 2 معلقة كبار زيت، سنه توم، ملح، فلفل، كمون، بهارات فراخ. المهم تبلوها، وطبعا عصرة ليمون وفص توم كده حلو، وسيبوها بقى في التتبيله 2 ساعة كده ولا حاجه، وبعد كده استخدموها، او ساعه بالكتير يعني. اقل وقت تسيبوها ساعه، لكن انتوا لو عايزين تعملوها زي كده قبلها بيوم او 2 تتحط في التلاجة برضو بتبقى تمام. وبعد ما حطينا الفراخ طبعا اللي حابب يشوف الوصفه كامله يخش على قناه نرمين على اليوتيوب، وقناتها او صفحتها على الفيسبوك هيلاقي الوصفه بالتفاصيل. بس احنا نفضل نقلب فيها تقريبا ربع ساعه لحد كل الخليط ده ما يستوي، وننده بقى على نرمين عشان تدوق وتقول لنا الاخبار ايه. يا ترى نجحت انا وانطونيوس في الوصفه ولا لا؟ وكده خلاص احنا خلصنا انا وانطونيوس، ونطفي عليها النار كده هي استوت بقى ربع ساعه. ونجيب بقى نرمين تحكم عليا انا وانطونيوس 2 شيفات شاطرين ولا نص كم. يلا يا نرمين تعالي بقى احكمي. وهي هتدوق وتقول لنا رايها. بصراحه انا متاكد طبعا نرمين هتقول لي عظمه، انا اكيد شاطر جدا يعني.
لان هي لو اتريقت عليا هنجيب لها حد ياكلها غيرنا بكره. صح يا انطونيوس؟ بس يا عماد كفايه لسان العصفور يا جماعه. اه والله ده انا عملت لها لسان عصفور كان ابيض ناصع البياض، اصل انا نسيت اقلبه بصراحه، هكدب عليكم يعني. كاتشب يا نرمين؟ حته صغيره خالص. بس كفايه. لو الدكتور اتفضل. شاف الفيديو يلا ندوق انا وانت بقى ونشوف انا اشطر، انا وانت ولا ماما. ده بقى الساندوتش بتاعنا وانطونيوس. هنقطعه استنى نكبسه بس عشان انت بنحبه مكبس. احلى ساندوتش عملته انا وانطونيوس. دو يا ريس. يلا بينا. عماد طعمه حلو قوي، تسلم ايدك. اول مره اكله من غير ما يبقى سبايسي. اكذب ولا اقول الحقيقه؟ الحقيقه يعني محتاج توابل كتير. بس هو بالنسبه لنا حلو يمشي. هو بالنسبه لي حلو بس سخن قوي. سخن؟ طب ما لازم احنا عاملينه بالطاسه. بس هو حلو بصراحه يعني، انا مش هقول ان هو وحش، هو كويس يعني. لا لا تسلم ايديكوا، حلو بس هو مش سبايسي، عشان كده مش انتوا بتحبوا الاكل سبايسي شويه. انت عجبك؟ اه. بصراحه انا عجبني. شاطرين يا اولاد. وفي نهايه الفيديو بتاعنا النهارده نشوفكم بقى مع فيديو جديد. ما تنسوش باي. تعملوا ايه؟ لايك وشير وفولو. بس باي باي. تسلم ايدك يا عماد انت وانطونيوس، الاكل جميل.